يا راجل يا مؤمن، عربية شارك 2008 معروضة للبيع من يومين ب 880 ألف جنيه. دخلت على ديوبيزل الأسبوع اللي فات أو من 4 5 أيام، لقيت عربية سكودا أوكتافيا 2013 معروضة للبيع ب 900 ألف جنيه. كيا كارينز 2011 معروضة للبيع ب 770 ألف جنيه. يا جماعة أنتم متخيلين ومتصورين الأرقام دي إحنا بندفعها في موديلات شكلها إيه وعدى عليها قد إيه؟ يعني متخيل معايا ان لما ادفع النهارده في كارنز 2011 عربيه بقى لها 15 سنه او 14 سنه ادفع فيها 800 الف جنيه؟ طب انت متخيل او متصور او عارف انه النهارده في مصر دلوقتي وانا بكلمك النهارده بتاريخ 6 8 2025 في اكتر من 17 عربيه موديل السنه 2025 بيبداوا من اسعار 600 الف جنيه؟ 600 650 700 800 لحد المليون. انت متخيل اللي انا بكلمك فيه؟ يعني النهارده انا ادفع 800 الف جنيه في عربيه بقى لها 14 سنه، ولا اروح ادفع نفس ال 800 دول في عربيه موديل 2025؟ يا راجل اركبها 5 سنين وبيعها. انا ما بقولكش اركبها العمر كله، اركبها 5 سنين وبيعها. ولازم تكون فاهم انه سياسه الشركات بالكامل دلوقتي في العالم كله انه ما بقاش يعمل عربيه معمره. فكره ان انت تركب عربيه بقى بال20 سنه وبال30 سنه، ما بقاش فيه الكلام ده. سياسه الشركات في العالم انك تركب العربيه سنه 2 3 4 5، ارمي او بيع وهات واحده تانية مكانها. وعايز اقول لك ان احنا شئنا ام ابينا سوق المستعمل الفتره الجايه في مصر هيعمل كده، هينزل كده. وبكره افكرك وخليك فاكر تاريخ الفيديو ده 6 8 2025، ونتقابل ان احيانا ربنا في اخر السنه على شهر 11 او 12، لانه كده كده سوق المستعمل دلوقتي متجمد، مفيش لا بيع ولا شراء بسبب العربيات او بسبب وجود العربيات الجديده اللي زي ما قلت لك بادئه من 600 الف يا مؤمن لحد المليون. فكره انك تروح تركب عربيه بقى لها 10 سنين و15 سنه دي قمه في الهبل، دي قمه في السفه انك بترمي فلوسك في عربيه انتهت، عربيه معدومه. ليه تعمل في نفسك كده وتعمل في فلوسك كده وتعمل في شقاك وتعبك كده؟ مفيش اي منطق او اي عقل يقول انك ترمي فلوسك في العربيات اللي هي اصلا في بلادها ما بقتش موجوده. اقسم بالله انا ما فاهم ده بيحصل ازاي. من فضلك ارجوك حكم عقلك قبل ما تشتري. وده بالنسبه للفئات اللي هي بتاعه ال 600 وال 500 وال 700 وال 800، ولكن الفئات بتاعه ال 200,000 وال 300,000 زي ما انتوا كده كده مضطرين تشتروا مستعمل. ولكن نصيحتي ليكم لو في حد فيكم مش مضطر او مش مجبر قوي انه يركب عربيه مستعمله الفتره دي، اصبر شويه، السوق عمال بينزل. اسمع من اخوك بس. اتمنى اكونش طولت عليك، وحكم عقلك يا صديقي. السلام عليكم.